ازيكم شباب تالتة اعدادي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله هتبدا مراجعتنا في ماده الدراسات. طيب النهارده هنراجع ايه؟ ان شاء الله باذن الله هنراجع اول درس تاريخ. طيب انا عندي ايه اصلا في التاريخ؟ عندي الوحده الاولى كانت بتتكلم عن ثوره 23 يوليو 1952، ده الدرس الاول. والدرس الثاني كان بيتكلم عن حرب او مصر والقضيه الفلسطينيه، والدرس الثالث كان بيتكلم عن حرب اكتوبر اللي هي حرب 73. والدرس الرابع كان بيتكلم عن مصر والصراع العربي الاسرائيلي، والخامس كان بيتكلم عن ثوره 25 يناير 2012 و30 يونيو 2013. طيب ناخد النهارده الدرس الاول، والدرس الاول كان بيتكلم عن ثوره 23 يوليو 1952. تمام. طيب اول ما يجي في دماغي ثوره لازم دماغي تفكر في كذا حاجه. مين اصلا اللي عمل الثوره دي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ايه هي الاسباب اللي خلتهم يعملوا ثوره؟ هو المصريين كده ما كانوش قاعدين وقالوا لك ما يلا نعمل ثوره، لا، في اسباب بتخليني اعمل ثوره اصلا. رقم ثلاثة، اهداف الثوره، انا عامل الثوره دي عشان احقق ايه؟ يبقى ايه اهداف الثوره؟ رقم أربعة، احداث الثوره اللي حصل في الثوره. رقم خمسة، انجازات الثوره. طيب يبقى رقم واحد، مين اللي عمل الثوره؟ يقول لك ان اللي عمل الثوره دي حاجه اسمها تنظيم الضباط الاحرار. تنظيم الايه؟ الضباط الاحرار. حلو خالص. مين هم اصلا الضباط الاحرار؟ قال لك ان الضباط الاحرار هم مجموعه من ضباط الجيش المصري. يبقى هم مجموعه من ضباط الجيش المصري. قال لك نظموا صفوفهم في سريه تامه. يعني نظموا صفوفهم في سريه تامه، يعني كل واحد يتكلم مع التاني في سريه. ليه؟ علشان القاده بتاعتهم ما يعرفوش ويحاكموهم. يبقى نظموا صفوفهم في سريه تامه. تمام. طب بهدف ايه؟ قال لك بهدف اقامه ثوره. يبقى هما شويه ضباط نظموا نفسهم في سريه تامه عشان يعملوا ثوره. طب الثوره دي هدفها ايه؟ قال لك القضاء على الفساد. يبقى الثوره دي القضاء على الفساد وتحرير مصر من الاحتلال البريطاني. دي اهداف تنظيم الضباط الاحرار. انت عندك في ثوره 1952 هدف تنظيم الضباط الاحرار، وعندك هدف الثوره نفسها. هدف تنظيم الضباط الاحرار رقم واحد القضاء على الفساد، رقم اتنين تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. طيب هو مين اصلا اللي جت في دماغه فكره الضباط الاحرار؟ قال لك جمال عبد الناصر. يبقى جمال عبد الناصر هو مؤسس تنظيم الضباط الاحرار. طيب وده كان تنظيم الضباط الاحرار. بعد كده قلت لك في حاجه اسمها عوامل قيام الثوره. لكل ثوره اسباب، او لكل ثوره عوامل بتخليها تقوم. انا اصلا بعمل ثوره ليه؟ بسبب حاجه اسمها عوامل قيام الثوره. في شويه عوامل بتحصل بتخليني اعمل ثوره. يبقى عوامل قيام الثوره. طب ايه هي؟ قال لك 6. رقم واحد قال لك خضوع مصر للاحتلال البريطاني. يبقى خضوع مصر للاحتلال البريطاني. طب بس كده؟ قال لك وتدخله في شؤون مصر الداخليه. الاحتلال ده هو تدخل في شؤون مصر انهي؟ الداخليه. طب ازاي الاحتلال دخل في شؤون مصر الداخليه؟ قال لك في سنه 1942 الاحتلال البريطاني حاصر قصر عابدين، واجبر الملك فاروق على تعيين مصطفى باشا النحاس رئيسا للحكومه. طب انت يا بريطانيا ليه اصلا بتتدخلي وتجبري الملك فاروق اللي هو ملك مصر انه يعين رئيس الحكومه؟ قال لك هو كده. يبقى هي كده بتتدخل في شؤون مصر الداخليه. ده العامل رقم واحد. طب ايه هو العامل رقم اتنين؟ قال لك خساره مصر في حرب فلسطين او في حرب 48. طيب يجي هنا في دماغ حاجه، هي ليه اصلا مصر خسرت في حرب 48؟ رقم واحد بسبب خضوع مصر للاحتلال. طب مال خضوع مصر للاحتلال لمصر ايه العلاقه؟ قال لك ان خضوع مصر للاحتلال جعل مصر والدول العربيه غير مستعده للحرب. يبقى لو جه سؤال قال لك بما تفسر خساره مصر في حرب فلسطين، تقول له بسبب عدم استعداد مصر والدول العربيه للحرب. رقم اتنين الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ساعدوا مين؟ ساعدوا اسرائيل في الحرب. يبقى الولايات وبريطانيا ساعدوا اسرائيل فين؟ في الحرب. يبقى خساره مصر في حرب فلسطين اللي هي 48. انت اصلا واخد حرب فلسطين في الدرس الثاني، خدت ان حرب فلسطين كانت بين العرب وكانت بين اسرائيل. وطبعا خدت اسباب حرب فلسطين ان العرب تحركوا لفلسطين عشان ينصروا الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، ويساعدوا الشعب الفلسطيني على اقامه دوله او حكومه وطنيه. الكلام ده هنروح له ان شاء الله في الدرس الثاني، مش عايزين نسبق الاحداث. يبقى رقم اتنين خسارة مصر في حرب فلسطين. لما يجي في دماغك حرب فلسطين يجي في دماغك مين؟ مصر أو العرب ضد إسرائيل. طيب احنا ليه خسرنا؟ تقول لي عدم استعداد الجيوش العربية ومصر للحرب. رقم اتنين مساندة، يعني مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا لمين؟ لإسرائيل. الاتنين راحوا يساعدوا إسرائيل.
ده رقم 2. طب ايه هو العامل رقم 3؟ العامل رقم 3 قال لك عدم وجود حياة ديمقراطية. ركز لي بقى في العامل ده قوي. يعني ايه عدم وجود حياة ديمقراطية؟ سريعا كده، في تانية اعدادي خدت يعني ايه اصلا ديمقراطية. قال لك ان الديمقراطية دي كلمة مكونة من حاجتين، ديموس وكريتوس. وديموس يعني شعب، وكريتوس يعني سلطة، يعني سلطة الشعب. ديمقراطية باختصار يعني الشعب يحكم نفسه بنفسه. طب ازاي ما كانش فيه ديمقراطية اصلا؟ هقول لك يا حبيب قلبي، في 1952 مين اللي كان بيحكمنا؟ تقول لي انجلترا. قال لا، يعني الشعب مش بيحكم نفسه بنفسه اهو، في انجلترا جايه هي اللي بتحكمنا، هي اللي محتليانا. يبقى في 1952 كنا تحت او خضوع مصر للاحتلال البريطاني. يبقى عدم وجود حياه ديمقراطيه بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني. رقم 2 فساد الاحزاب السياسيه وصراع على الحكم. الاحزاب السياسيه دي اصلا من واجبها ان هي تسمع للشعب وتوصل للحكومه. طب هما كانوا بيسمعوا للشعب؟ قال لك لا، كانوا منشغلين باعمال السرقه، وكانوا منشغلين برضه بالصراع على الحكم. يبقى فساد الاحزاب السياسيه. طب رقم 3 والاخيره قال لك استبداد الملك فاروق بالحكم. الملك فاروق ده كان مستبد، كان حكم مطلق فردي زي ابناء محمد علي وزي برضه محمد علي. يبقى استبداد الملك فاروق بالحكم. يبقى عدم وجود حياه ديمقراطيه ده بسبب ايه؟ تقول له خضوع مصر للاحتلال البريطاني. حياه ديمقراطيه ان الشعب يحكم نفسه بنفسه. طب احنا كنا بنحكم نفسنا؟ لا، مين اللي كان بيحكمنا؟ الاحتلال البريطاني. وفساد الاحزاب السياسيه واستبداد الملك فاروق بالحكم. رقم 4 تدهور الحياه الاجتماعيه. طيب تدهور الحياه الاجتماعيه ده بسبب ايه؟ طبعا احنا لسه في العوامل بتاعه قيام الثوره. تدهور الحياه الاجتماعيه دي بسبب ايه؟ قال لك بسبب حاجتين. رقم 1 فساد برضو الاحزاب السياسيه. يا مستر، وايه اللي فساد الاحزاب السياسيه؟ ايش دخل الاحزاب السياسيه اصلا في تدهور الحياه الاجتماعيه؟ بالراحه كده بكل سهوله يعني. الاحزاب السياسيه لسه قال لك من شويه ان دورها ان هي تسمع لمين؟ للشعب، وتوصل لمين؟ للحكومه. يعني دورها ان هي تحل مشكلات الشعب. طب الشعب دول مش ضمن المجتمع؟ يعني ان انا احل مشكلاتهم انا كده بعمل حاجه اسمها اصلاح اجتماعي. طب لو انا اللي هي الاحزاب السياسيه منشغله بالصراع على الحكم، يبقى مش هيبقى فيه سياسات واضحه للاصلاح الاجتماعي. يعني الاحزاب دي اصلا مش هتقعد تسمع للشعب. ليه؟ عشان هي بتتصارع على الحكم. يبقى صراع الاحزاب السياسيه وفسادها ادى الى عدم وجود سياسات واضحه للاصلاح. معلش انا خدته عشان عارف الاجتماعي، عشان بس بكتب بسرعه ومش معدول يعني قوي. يبقى ازاي فساد الاحزاب السياسيه؟ تقول له اصلا انا مصدر الاحزاب السياسيه ان هي من دورها ان هي تسمع لمين؟ للشعب، وتحل مشاكل الشعب، يعني تصلح الدوله اجتماعيا. طيب الاحزاب السياسيه في ايام 1952 كانت بتحل مشاكل الشعب؟ تقول لي لا غلط، بل كانت بتعمل ايه؟ كانت بتصارع على الحكم. يبقى عدم وجود سياسات واضحه للاصلاح الاجتماعي. رقم 2 انتشار ظاهره الاقطاع. يعني ايه اصلا ظاهره الاقطاع؟ قال لك ان الاقطاع ده هو تملك فئه صغيره لمساحات كبيره من الاراضي. يعني ايه اصلا تملك فئه صغيره لمساحات كبيره من الاراضي؟ يعني مثلا احنا عندنا 50 واحد، تلاقي 10 منهم كل واحد معاه 10 فدان، وتلاقي ال 40 كل واحد معاه مثلا ايراد. ده عدل؟ لا طبعا ده مش عدل. يبقى ظاهرة الإقطاع تملك فئة صغيرة لمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. وظاهرة الإقطاع هتؤدي لعدم توزيع أو سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية. يعني إيه سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية؟ المفروض لما أجي أوزع ملكية الأراضي الزراعية على الشعب أوزعها بالعدل، ده فدان وده فدان وده فدان. أنا دلوقتي لما أدي ده 50 فدان وده قيراطين، أنا كده بوزع؟ لا، يبقى في سوء في توزيع ملكية الأراضي الزراعية. ده العامل رقم 4. طب نخش في العامل رقم 5 اللي هو تدهور الحياة الاقتصادية. وركز لي بقى في تدهور الحياة الاقتصادية دي قوي قوي، مهمة جدا. نكمل. ازاي تدهور الحياة الاقتصادية؟ قال لك ايه؟ يعني ترتب على ايه؟ ترتب على توقيع مصر لاتفاقية أو معاهدة 36 اللي جعل لمصر ميدان للحرب العالمية الثانية.
يعني معاهدة 36 دي خلت مصر ميدان الحرب العالمية الثانية. ازاي؟ مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني، والمعاهدة دي خلت ان بريطانيا تتدخل في شؤون مصر الداخلية، وخلت بريطانيا تتحكم في كل حاجة في مصر. يعني دلوقتي لو مثلا بريطانيا عايزة تجيب سلاح عشان تحارب بيه، هتجيب منين؟ هتجيب من مصر. طب لو عايزة تجيب فلوس، من مصر. طب لو عايزة تجيب مثلا أكل، من مصر. بقول لك يبقى جعل مصر ميدان الحرب العالمية الثانية. الكلام ده أدى إلى استنزاف موارد مصر. يعني إيه استنزاف موارد مصر؟ لسه قايل لك من شوية. استنزاف موارد مصر، لسه قايل لك من شوية. لو بريطانيا مثلا عايزة سلاح، هتجيب منين؟ هتجيب من مصر. عايزة فلوس، من مصر. عايزة أكل، من مصر. يبقى ده هيؤدي لاستنزاف موارد مصر وإرهاق الاقتصاد المصري. هتعب الاقتصاد المصري. أصلا هو الاقتصاد المصري عارف يشيل الشعب؟ يعني احنا اصلا عارفين نصرف على نفسنا عشان نصرف على بريطانيا في الحرب؟ لا، انا خلي بالك، انا مش بصرف على بريطانيا في حاجه عاديه، لا ده انا بصرف عليها في حرب. يعني المفروض اصرف عليها اضعاف 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 ما هصرفه لو في حاجه عاديه. لا، انا بصرف عليها وقت حروب، يعني لازم اديها فلوس كتير واوفر لها سلاح كتير. تمام. يبقى تاني، تدهور الحياه الاقتصاديه بتتمثل في ايه؟ تقول لي بتتمثل في معاهده 36 اللي جعلت مصر ميدان الحرب العالميه الثانيه، وده ادى لاستنزاف موارد مصر وارهاق الاقتصاد المصري. ده العامل رقم 5. آخر حاجة عندنا العامل رقم 6. رقم 6 بيقول لك فساد النظام الملكي. طب ازاي فساد النظام الملكي؟ قال لك بسبب استبداد الملك فاروق بالحكم. معلش، استبداد الملك فاروق بايه؟ بالحكم. الملك فاروق كان مستبد، يعني كان حكم ملكي مطلق. الملك فاروق بيعمل اللي هو عايزه، حد بيحاسبه؟ محدش بيحاسبه. يبقى استبدال الملك فاروق بالحكم، عشان كده النظام الملكي كان فاسد. ده رقم 1. رقم 2، انتشار الرشاوي. والله العظيم كان فيه رشاوي كتير. يبقى ده هيؤدي لفساد النظام الملكي. نظام ملكي فاسد يعني فيه رشوة. قال لك الرشاوي دي زي صفقة الأسلحة الفاسدة. مصر راحت عملت صفقة أسلحة فاسدة، الكلام ده قبل حرب 48، عشان كده أصلا احنا خسرنا الحرب. لما عملنا صفقة الأسلحة الفاسدة باختصار جبنا أسلحة، الجندي مثلا بيضرب السلاح، بدل ما بيضرب كده يرد فيه تاني، يعني حاجة بالصلاة على النبي يعني. يبقى انتشار الرشاوي كما في صفقة الأسلحة الفاسدة. وبكده نكون خلصنا عوامل الثورة أو عوامل قيام الثورة. بعد كده هندخل في أهداف الثورة. نكمل مع بعض كده أهداف الثورة. قلت لك في أول درس بسرعة كده إن الثورة لازم يكون في حد عملها، ده رقم 1. رقم 2 لازم يكون في أسباب. رقم 3 لازم يكون في أهداف. طب إيه هي أهداف الثورة؟ ركز معايا كده. قال لك 3 قضاء و3 إقامة عشان محدش يتلخبط. يبقى 3 قضاء 3 إقامة. طب رقم 1 القضاء على إيه؟ قال لك القضاء على الاستعمار. إحنا عايزين أصلا نقضي على الاستعمار، مش بس كده، الاستعمار وأعوانه. أعوانه يعني مساعديه. رقم 2 القضاء على ظاهرة الإقطاع. في ظاهرة عندنا اسمها ظاهرة الإقطاع، بتؤدي إلى سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية، إحنا عايزين نقضي عليها. يبقى القضاء على ظاهرة الإقطاع. رقم 3 والأخيرة القضاء على الاحتكار. فاكرين الاحتكار اللي خدتوه في عهد محمد علي؟ وسيطرة رأس المال. طبعا رأس المال الأجنبي. رأس المال الأجنبي هو اللي كان محتكر السوق. يبقى احنا عايزين كان هو اللي محتكر السوق، يعني هم اللي كانوا بيصرفوا، هم اللي كانوا بيتاجروا، هم اللي كانوا بيصنعوا وبيعملوا كل حاجة. يبقى احنا عايزين نقضي على الاحتكار وسيطرة رأس المال، ونقضي على ظاهرة الإقطاع، ونقضي على الاستعمار وأعوانه. طيب 3 قضاء 3 إقامة. إقامة إيه؟ قال لك إقامة جيش وطني قوي، إقامة حياة ديمقراطية سليمة، إقامة عدالة اجتماعية. يبقى إقامة جيش وطني قوي، حياة ديمقراطية، عدالة اجتماعية، ودي كانت أهداف ثورة 1952. بعد كده هناخد أحداث ثورة 23 يوليو 1952. بيقول لك في صباح يوم 23 يوليو 1952 تحرك التنظيم الضباط الأحرار، واحتل أو سيطر على أماكن كثيرة من القاهرة والإسكندرية، وأصبحت القاهرة بأكملها تحت سيطرة الجيش المصري.
يبقى اللي حصل في أحداث الثورة؟ تقول لي تحرك تنظيم الضباط الأحرار، وسيطر على مواقع كثيرة من القاهرة والإسكندرية، وسيطر على دار الإذاعة المصرية. طب ليه سيطر على دار الإذاعة المصرية؟ قال لك لإذاعة البيان الأول للثورة، وأصبحت القاهرة بأكملها تحت سيطرة الجيش المصري. طيب البيان بقى الأول للثورة مين اللي أذاعه؟ تقول لي محمد أنور السادات. أصلا هم سيطروا على دار الإذاعة. سيطروا على دار الإذاعة ليه؟ لإذاعة البيان الأول. يبقى هم سيطروا على دار الإذاعة المصرية لإذاعة البيان الأول للثورة. مين اللي ذاعه؟ محمد أنور السادات. ذاعوا باسم مين أو على لسان مين؟ قال لك ذاعوا على لسان محمد نجيب، اللي هو اللواء محمد نجيب. وأعلنوا من خلال البيان ده إن جميع قطاعات الجيش، يعني كل قطاعات الجيش، أصبحت تحت سيطرتهم. يبقى أعلن إن جميع قطاعات الجيش أصبحت تحت سيطرة تنظيم الضباط الأحرار، ودي أحداث الثورة. تمام. بعد كده عندنا مطالب الثورة من الملك فاروق. طيب الثورة دي كانت مطالبها إيه من الملك فاروق؟ قال لك هم طلبوا منه حاجتين. رقم 1 التنازل عن العرش، إنه يتنازل عن العرش. طب هيتنازل العرش لمين؟ لابنه أحمد فؤاد الثاني. يبقى تاني مطالب الثورة من الملك فاروق، طلبوا من الملك فاروق التنازل عن العرش لابن أحمد فؤاد الثاني. وفي هنا معلومة بتقول لك إن أحمد فؤاد الثاني ده أصلا كان طفل. قال لك الذي ما زال طفلا. طب يا مستر ازاي اصلا طفل هيمسك الحكم؟ قال لك هم قالوا ان هم يمسك الحكم تحت وصايه. يعني ايه وصايه؟ يعني في وصاه هيتعينوا عليه ويفضلوا معاه لحد ما هو يكبر وهو يدير شؤون البلاد. يعني مثلا زي ما انت كده حضرتك ما بتتولد واهلك بيفضلوا جنبك على طول لحد ما تاكل وتشرب وتكبر، وبعدين بعد كده بتنزل مثلا سوق العمل تشتغل. برضه الوصايه نفس الكلام، بيمسكوا الملك وهو صغير يفضلوا معاه لحد ما يكبر وهو يمسك شؤون الحكم. يبقى تاني مطالب الثورة من الملك فاروق، رقم 1 التنازل عن العرش لابن أحمد فؤاد الثاني الذي كان طفلا، ده رقم 1. رقم 2 قالوا له مغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء يوم 26 يوليو. انت يا عم فاروق تاخد نفسك وتغادر البلاد. الكلام ده قبل الساعة 6 من يوم 26 يوليو 1952. طيب ايه بقى رد الملك فاروق؟ قال لك ان الملك فاروق غادر البلاد، يعني ساب مصر قبل الموعد المحدد، يعني اصلا قبل الموعد اللي حددوه. يبقى غادر البلاد، ده رد فعل الملك مين؟ فاروق، قبل الموعد المحدد. طب ليه غادر بقى البلاد قبل الموعد المحدد؟ ويجي هنا سؤال متفصل مهم جدا. قال لك رقم 1 ان الملك فاروق شايف ان في ثوره ضده، يعني محدش طايقه، يبقى لانه يعلم ان الجيش والشعب يكرهان حكمه، بالاضافه ان الانجليز تخلوا عنه، والانجليز سابوه في البلد وقالوا له يا عم احنا ماشيين، احنا مالناش دعوه بيك. يبقى تاني، يبقى رقم 1. رقم 2 رقم 1 انه يعلم ان الجيش والشعب يكرهان حكمه، الجيش والشعب بيكرهوا حكمه، ده رقم 1. رقم 2 تخلي الانجليز عنه. واحد يقول لي انت ليه بتكتب الانجليز كده؟ مش عارف بصراحه، يعني كاختصار يعني. يبقى رقم 2 تخلي الانجليز عنه. عشان كده الملك فاروق غادر الموعد قبل، او غادر البلاد قبل الموعد المحدد. احنا كده خلصنا الجزء الاول من الثوره. فاضل الجزء الثاني من الثوره وهو انجازات ثوره 1952. نكمل مع بعض يا شباب آخر حاجة عندنا في الدرس، وهي إنجازات ثورة 23 يوليو 1952. بيقول لك إن الإنجازات دي تعددت، يعني تعددت إنجازات ثورة 23 يوليو 1952. عشان كده قسمناها لكذا مجال. إحنا عندنا إنجازات الثورة في المجال السياسي رقم 1. رقم 2 في المجال الاقتصادي من حيث الاقتصاد الفلوس يعني. رقم 3 من حيث المجال الاجتماعي. آخر حاجة المجال العربي والدولي. تاني، إنجازات الثورة تعددت، فبدل ما نقول كل الإنجازات على بعضها لا، قسمناها لمجال سياسي، مجال اقتصادي واجتماعي وعربي ودولي. نبدأ برقم 1 إنجازات الثورة في المجال السياسي.
والمجال السياسي مهم جدا 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 كمان. طب ايه هي انجازات الثوره في المجال السياسي؟ قال لك 6 حاجات، ال6 سهلين. رقم 1 ان الثوره الغت دستور 23، يبقى الغاء دستور 23. تمام. خدنا في الترم الاول دستور 23 هو اللي ادخل في مصر او ادخل مصر في الحياه النيابيه، بس طبعا الملك اضاف على الدستور ده شويه حاجات او شويه صلاحيات ليه. الثوره قالت لك لا، طالما الملك اضاف على الدستور ده شويه صلاحيات ليه، قال لك ان من ضمن الصلاحيات دي انه كان ممكن يشيل مجلس نواب ويحط مجلس تاني لو المجلس ده مش عاجبه. ايه الهبل ده؟ افرض المجلس ده عاجب الشعب، لا المجلس ده انا مش عاجبني انا اللي هو الملك يعني، فهشيله. الكلام ده طبعا ما ينفعش، فالثوره قالت لك لا ده انا هلغي الدستور ده خالص. يبقى ده دستور 23 ده رقم 1. رقم 2 قالت لك الاحزاب السياسيه بتصارع الحكم، والاحزاب السياسيه احزاب فاسده، فانا هلغي او حل الاحزاب السياسيه اللي هي الغاء الاحزاب السياسيه او حلها، يعني مشي كل الاحزاب السياسيه اللي موجوده في البلد. طب ايه هو رقم 3؟ بس هنضيف لحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب. صدروا جميع أموال الأحزاب السياسية لصالح مين؟ لصالح الشعب. احنا عرفنا ان الأحزاب السياسية كانت أحزاب سياسية فاسدة، وده أدى لسوء الأحوال الاجتماعية وعدم وجود حياة ديمقراطية. ليه؟ لأن هم كانوا منشغلين بالصراع على الحكم. احنا حلينا الاحزاب السياسيه وصدرنا كل اموالها، يعني خدنا كل الفلوس بتاعتها ووزعناها لمين؟ لصالح الشعب. ده رقم 2. رقم 3 الغاء الملكيه. يعني ايه يا مستر الغاء الملكيه؟ واعلان الجمهوريه. ده رقم 2 كمان. طب يعني ايه اصلا الغاء الملكيه ويعني ايه اعلان الجمهوريه؟ اقول لك كده بهدوء كده بمنتهى الهدوء. يعني مين اللي كان بيحكم مصر؟ تقول لي الملك فاروق. انا مش عايز اسم فاروق، انا عايز كلمه الملك، دي ملكيه. تمام. مين بقى يحكم مصر بعد الملك فاروق؟ احمد فؤاد الثاني. في سؤال مهم جدا ممكن يقول لك اخر ملوك مصر، تقول له احمد فؤاد الثاني. احمد فؤاد الثاني مش الملك فاروق. الملك فاروق تنازل عن العرش لابنه احمد فؤاد الثاني. تمام. اللي اتولى بعد الملك فاروق كان محمد نجيب، اللي هو الرئيس محمد نجيب، اللي هو كان في تنظيم الضباط الاحرار. بس احنا ما قلناش عليه الملك، لا قلنا عليه الرئيس. طيب الرئيس ده ازاي بيتولى السلطة؟ قال لك عن طريق الانتخاب. طب مين اللي بينتخبه؟ الجمهور اللي هو الشعب. يبقى احنا ده نظام ملكي، سيبك منه، احنا هنعمل حاجة اسمها ايه؟ نظام جمهوري. الرئيس بيتولى فيه عن طريق الانتخاب. مين اللي بينتخبه؟ الشعب. يبقى الغاء الملكية واعلان الجمهورية. الغاء الملكية يعني الغاء النظام الملكي، واعلان النظام الجمهوري اللي هو بيمشي على الانتخاب والتصويت. ده رقم 3. رقم 4 توقيع اتفاقية مهمة جدا اسمها اتفاقية الجلاء. يبقى توقيع اتفاقية الجلاء، والجلاء يعني الرحيل. طب مين اللي هيرحل؟ قال لك ان الاتفاقية ده كانت بتنص على رحيل القوات الإنجليزية في مدة أقصاها 20 شهر. يعني يا بريطانيا تاخدي نفسك وقواتك وتمشي عن مصر في مدة أقصاها، يعني بالكتير خالص كام شهر؟ 20 شهر. رقم 5 في الإنجازات السياسية جلاء القوات البريطانية، الحمد لله مشوا من البلد. طب رقم 6 وآخر حاجة تأميم قناة السويس. يعني ايه تأميم قناة السويس؟ يعني تمصير قناة السويس. يعني ايه تمصير؟ خدنا في الترم الاول حاجه اسمها سياسه النجلزه اللي هي سياسه انجلترا في مصر. يعني ايه سياسه النجلزه؟ هي احلال، يعني وضع عناصر انجليزيه مكان عناصر مصريه. يعني مثلا لما اروح على مؤسسه مدرسه مثلا شغال فيها موظفين مصريين، او شايل كل المصريين وحاطط موظفين اجانب، دي اسمها ايه؟ نجلزه، جايه من انجليزي. طب يعني ايه سياسه التمصير؟ احلال موظفين مصريين مكان الموظفين الاجانب. يبقى كده انا عملت حاجه اسمها تأميم قناه السويس. تأميم قناة السويس. عدوان 56. الكلام ده الدرس الجاي، مش بسبق الأحداث بس بفكرك. الحصة دي أصلا حصة مراجعة مش شرح، فالمفروض تكون عارف كل اللي فات وكل اللي جاي كمان. تمام. عدوان 56 خدنا ليه 3 أسباب: سبب تبع إنجلترا، وسبب تبع فرنسا، وسبب تبع إسرائيل.
خدنا السبب بتاع انجلترا اللي هو تأميم قناة السويس. يعني مصر تأميم قناة السويس ده أضر بمصالح الدول الاستعمارية؟ خاصة انجلترا. خاصة مين؟ انجلترا. عشان كده انجلترا شاركت في عدوان 56. تمام، حلو خالص. دي كانت انجازات الثورة في المجال السياسي. اتمنى تكون سهلة. هي سهلة جدا يعني، بس عايزة شوية مذاكرة وبيجي عليها أسئلة كتير جدا وأسئلة مهمة في الامتحان. نكمل مع بعض بعد كده انجازات الثورة في المجال الاقتصادي. نكمل مع بعض انجازات الثوره في المجال الاقتصادي. احنا خدنا المجال السياسي، فاضل المجال الاقتصادي والاجتماعي والعربي والدولي. يبقى رقم 2 المجال الاقتصادي. تمام. طيب الثوره اهتمت بايه بالظبط في المجال الاقتصادي؟ قال لك اهتمت ب3 حاجات. رقم 1 الزراعه، حلو خالص. رقم 2 الصناعه، ممتاز. رقم 3 تجاره، جميل. طب ازاي الثورة اهتمت بالزراعة، وازاي اهتمت بالصناعة، وازاي اهتمت بالتجارة؟ قبل ما اقول لك، عايز اقول لك ان السؤال بيجي في الامتحان ده. اهتمت ثورة 1952 بالزراعة، بالصناعة، بالتجارة. اجاوب على السؤال ده ازاي؟ رقم 1 ازاي اهتمت بالزراعة؟ نقول رقم 1 عملت حاجة اسمها استصلاح الأراضي الصحراوية. راحت الصحراء واستصلحت الأراضي الصحراوية، يعني جعلتها مناطق قابلة للزراعة. يبقى رقم 1 استصلاح الأراضي الصحراوية. ليه؟ لزيادة الرقعة، عايزة توسع الرقعة يعني المساحة الزراعية. رقم 2 إنشاء السد العالي. الكلام ده في 1971. يبقى ثورة 1952 هي اللي عملت السد العالي. في السد العالي ليه أهمية كبيرة جدا. طب إيه هي أهميته؟ رقم 1 حمى مصر من خطرين، خطر الجفاف وخطر الفيضان. يبقى حمى مصر من خطرين، هما الخطرين تقول خطر الجفاف وخطر الفيضان. رقم 2 توليد الكهرباء. يبقى كده مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا يا مستر. ده حمى مصر من كام خطر؟ 2، الجفاف والفيضان، وكنا بنولد منه الكهرباء. ده في المجال الزراعي. نخش على الصناعة. قال لك ان هم اهتموا جدا بالصناعه. طب ازاي اهتموا بالصناعه؟ رقم 1 اهتموا بالتعليم الصناعي اللي هي مدرسه الصناعه. رقم 2 اهتموا بمراكز التدريب المهني. رقم 3 انشأوا العديد من المصانع. الثورة دي عملت العديد من المصانع. طب زي يا مستر العديد من المصانع؟ قال لك زي مصانع الحديد والصلب في حلوان، ومصانع الأسمدة في أسوان. يبقى تاني، الثورة اهتمت بالتعليم الصناعي واهتمت بمراكز التدريب المهني وانشأوا العديد من المصانع زي الحديد والصلب في حلوان ومصانع الأسمدة في أسوان. ممتاز. آخر حاجة في الصناعة قال لك اهتموا بالبحث والتنقيب عن البترول. يبقى البحث والتنقيب عن البترول. مش بس كده، وإنشاء معامل لتكريره. تمام. في التجارة ويجي سؤال يقول لك دلل إتمت ثورة 1952 بالتجارة. عملت إيه؟ رقم 1 قال لك فتح أسواق خارجية. رحنا فتحنا أسواق خارجية لتسويق المنتجات المصرية. ده رقم 1. يعني مثلا رحنا فتحنا أسواق في فرنسا وفي إنجلترا وفي اليمن وفي الأردن. ليه؟ لتسويق المنتجات المصرية. رقم 2 تمصير البنوك والشركات. ولسه قايل لك يعني ايه سياسه التمصير، لسه قايل لك من شويه. لو ما فهمتهاش ارجع لها تاني. يبقى تمصير البنوك والشركات زي شركات الاستيراد والتصدير، واممنا قناه السويس دي من ضمن تمصير البنوك والشركات. دي كانت انجازات الثوره في المجال الاقتصادي. فاضل انجازات الثوره في المجال الاجتماعي وانجازات الثوره في المجال العربي والدولي. نكمل مع بعض كده انجازات الثوره في المجال الاجتماعي. الثورة دي عملت ايه في المجال الاجتماعي؟ قال لك عملت حاجات كتيرة جدا. ده احنا نعد بقى. ده رقم 1 2 3 4 5 والله 6 كمان. رقم 1 قال لك القضاء على ظاهرة الإقطاع.
فاكرين ظاهرة الإقطاع؟ تقول لي يا مستر أنت لسه قايل لنا في أول الدرس إن ظاهرة الإقطاع هي تملك فئات صغيرة لمساحات كبيرة من الأراضي، وده وده بيؤدي لسوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية، يعني مفيش عدالة اجتماعية، ومن أهداف الثورة إقامة عدالة اجتماعية والقضاء على ظاهرة الإقطاع. يبقى إحنا قضينا على ظاهرة الإقطاع. طب ده كان هدف الثورة رقم كام؟ تقول لي رقم 2. تقول لي كان ممكن يجي سؤال يقول لك كان القضاء على ظاهرة الإقطاع من أهداف الثورة رقم، تقول لي رقم 2. ممكن يجي يسأل في الأسئلة دي؟ ممكن، الله أعلم. يبقى القضاء على ظاهرة الإقطاع كان الهدف الثاني من أهداف ثورة 1952. طب إزاي بقى قضوا على ظاهرة الإقطاع؟ قال لك من خلال إصدار قانون الإصلاح الزراعي. قانون الإصلاح الزراعي حدد ملكية الأراضي الزراعية في 50 فدان، يعني مثلا لو واحد عنده 400 فدان هناخد منه 350 ويفضل معاه كام؟ 50 فدان. ال 350 هنوزعهم على باقي الناس اللي مش معاهم أصلا أراضي. يبقى تاني، يبقى القضاء على ظاهرة الإقطاع من خلال إصدار قانون الإصلاح الزراعي اللي بيحدد ملكية الأرض الزراعية في 50 فدان، وده أدى لإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية. رقم 2، جعل التعليم بالمجان لجميع مراحله، يعني ابتدائي واعدادي وثانوي وتعليم عالي. بجعل التعليم بالمجان، خلوا التعليم بالمجان من غير ولا مليم. بعد كده اصدار قوانين المعاشات والتأمينات. قانون التأمينات والمعاشات، يعني مثلا دلوقتي لو واحد موظف اتخرج من الوظيفة بتاعته أو وصل لسن ال60 اللي هو سن المعاش، إيه اللي بيحصل؟ بياخد معاش. ده قوانين المعاشات والتأمينات. لو جه مثلا ذكر لك مثال على الحاجات اللي انا بقولها دي، مثلا واحد طلع على المعاش او وصل لسن ال60 وخد معاش، دي من انجازات الثوره. في انه مجال؟ تقول له في المجال الاجتماعي. ممكن يجي اسئله من النوعيه دي مثلا يعني. رقم 4 قال لك عمل الجمعيات الزراعيه او تاسيس الجمعيات الزراعيه والوحدات الصحيه. الوحدات الصحيه اللي بتعالج الناس ببلاش. كلها في كل الانجازات اصلا لصالح الشعب، كلها لصالح الشعب. يعني مثلا القضاء على ظاهرة الإقطاع عشان يوزعوا ملكية الأراضي أو الزراعية، أو عشان يعيدوا توزيع ملكية الأراضي الزراعية، ده لصالح مين؟ الشعب. جعل التعليم بالمجان في جميع مراحله لصالح الشعب. إصدار قوانين المعاشات والتأمينات لصالح الشعب. إنشاء الجمعيات الزراعية والوحدات الصحية لصالح الشعب. بعد كده قال لك إيه؟ تحديد ساعات العمل. ايه ده يا مستر؟ يعني ايه تحديد ساعات العمل؟ يعني مثلا قال لك العمل 7 ساعات، هم اصلا حددوا ساعات العمل في 7 ساعات بس دي مش مذكوره في الكتاب. يبقى تحديد ساعات العمل في كام ساعه؟ في 7 ساعات. الاول الشغل كان بيخلص لما انت تخلص الشغل بتاعك. يعني انت مثلا ليك تارجت، ليك هدف المفروض تحققه النهارده في الشغل، خلصته تمام روح لعيالك، ما خلصتوش تفضل لحد ما تخلصه. قال لك لا يا عم، الثوره قالت لك الكلام ده ما ينفعش، احنا هنحدد ساعات العمل. طب في كام ساعه؟ في 7 ساعات. طب بس كده؟ قال لك لا، ده اشراك العمال في مجلس إدارة الشركات. يعني احنا هنشرك العمال دول في مجلس إدارة الشركات، يعني هيخلوهم يشاركوا في مجلس الإدارة في إدارة الشركة. مش بس كده، وتحديد نسبة من الأرباح لهم. يا نهار أبيض، كل ده؟ كل ده. يعني المجال الاجتماعي بيخدم الناس بشكل كبير. يبقى تحديد ساعات العمل، حدد ساعات العمل، قلل ساعات العمل، واشراك العمال في مجلس اداره الشركات. ده انا هشارك العمال كمان في مجلس اداره الشركات. لا، ده انا كمان هحدد نسبه من ارباح الشركه ليهم. يعني مثلا لو الشركه دي كسبت مليون في السنه، هقوم مطلع مثلا 100,000 وموزعهم على العمال، بحدد لهم نسبه من الارباح. تمام. رقم 6 واخر حاجه، منح المراه حق الترشح والانتخاب. الثورة هي اللي منحت المرأة حق الترشح والانتخاب، ودي آخر حاجة عندنا في المجال الاجتماعي. ننتقل بعد كده للمجال العربي والدولي، وركزوا معايا جدا 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 في المجال ده عشان مهم. آخر حاجة عندنا النهاردة في درسنا إنجازات الثورة في المجال العربي والدولي. إنجاز الثورة في المجال العربي والدولي مهمة جدا جدا جدا. 5 حاجات. رقم 1، مصر ساندت العديد من الدول العربية والإفريقية لنيل الاستقلال. يبقى مساندة العديد من الدول العربية والإفريقية لنيل الاستقلال.
مش هخش في اللي بعده دلوقتي، نمسك في دي. مساندة العديد من الدول العربية والإفريقية لنيل الاستقلال. قال زي مين يا مصر الدول العربية، وزي مين الدول العربية الإفريقية، وزي مين الدول الإفريقية بس. ممكن يجي يسألك يقول لك مصر ساندت الدول الإفريقية لنيل الاستقلال زي مين؟ يقول لك الإفريقية وسكت. طب العربية الإفريقية؟ طب العربية بس ويسكت. طيب العربية الإفريقية زي مين؟ قال لك زي السودان. دي دول أهي عربية وإفريقية. زي مين؟ زي السودان، تونس، المغرب، الجزائر. ايه ده يا مصر انت بتعمل ايه؟ ايه كل ده؟ الجزائر. خدنا في عدوان 56، نكرر عدوان 56 تاني. 3 دول شاركوا في العدوان، فرنسا وانجلترا واسرائيل. قلنا السبب بتاع انجلترا اللي هو تأميم قناة السويس، يبقى تأميم قناة السويس. السبب بتاع فرنسا لو تفتكر حضرتك مساندة مصر للحركات الوطنية في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. الاستعمار الفرنسي او فرنسا كانت محتلية الجزائر، كان في هناك حركات في الجزائر بتحاول تحرر نفسها، بتحاول تحرر الجزائر. مصر راحت ساعدت الحركات دي، عشان كده فرنسا اتدخلت في عدوان 56 على مصر. يبقى ايه هو سبب فرنسا من غير ما ادخل في الدرس الجاي بقى، ده انا عرفت اسباب عدوان 56. السبب بتاع فرنسا اللي هو مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. طب السبب بتاع انجلترا تأميم قناة السويس، وده اضر بمصالح الدول الاستعمارية خاصة انجلترا. كمان شوية هناخد السبب بتاع اسرائيل. يبقى تاني مساندة العديد من الدول العربية والإفريقية لنيل الاستقلال زي مين؟ زي السودان وتونس والمغرب. طب دي دول على إيه؟ دول عربية وإفريقية. أنا عندي بقى دول إفريقية بس مش عربية، زي كينيا. وعندي دول عربية بس. طب زي مين؟ قالك زي الأردن، الكويت، عند العراق، سوريا. يبقى الأردن، الكويت، العراق، سوريا، وده أول حاجة. رقم 2 قالك كسر احتكار السلاح بعمل صفقة الأسلحة الشرقية. نرجع تاني لعدوان 56. خدنا أسباب عدوان 56 اللي لسه قايلك 2 منهم. طب فاضل سبب واحد. قالك إن ثورة أو حكومة ثورة 23 يوليو راحت عملت صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفيتي سابقا. ليه؟ لتزويد مصر بالأسلحة عشان تواجه الأطماع الإسرائيلية في فلسطين. يبقى مصر أو حكومة ثورة 23 يوليو راحت عملت صفقة مع الجهة الشرقية اللي هي صفقة الأسلحة الشرقية. صفقة الأسلحة الشرقية اللي هي مع الاتحاد السوفيتي، وده اللي خلى إسرائيل تتدخل في العدوان. يبقى احنا من غير ما ندخل في الدرس الجاي خدنا أسباب العدوان الثلاثي اللي هو 56. رقم 1 قلنا تأميم قناة السويس، وده أضر بمصالح الدول الاستعمارية خاصة إنجلترا. رقم 2 مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. رقم 3 إن مصر عملت صفقة الأسلحة الشرقية، ودي صفقة الأسلحة الشرقية كانت بتنص على تزويد مصر بالأسلحة والمعدات لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في فلسطين. يعني إسرائيل قالت لها أنت رايحة تعملي صفقة أسلحة عشان تحاربيني، طب أنا هدخل معاك أنا كمان في في عدوان 56. يبقى من غير ما ندخل في الدرس الجاي عرفنا أسباب عدوان 56. تمام. طيب السبب رقم 3 لسه قايل لك ان احنا كسرنا احتكار سلاح بعمل صفقه الاسلحه الشرقيه. واحنا عملنا صفقه الاسلحه الشرقيه ليه؟ لمواجهه الاطماع الاسرائيليه فين؟ في اسرائيل. يبقى احنا عايزين نواجه الاطماع الاسرائيليه في اسرائيل، يعني بنساعد الشعب الفلسطيني على او بنأيد حق الشعب الفلسطيني على اقامه حكومه وطنيه تكون عاصمتها القدس. يبقى مصر أيدت اللي هي تأييد حقوق الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه. حكومة وطنية يعني الشعب الفلسطيني هو اللي يحكم نفسه بنفسه. طب إيه اللي حصل في فلسطين؟ قلت لك إن اليهود اتدخلوا في فلسطين وصدر قرار بتقسيم فلسطين. إحنا رحنا أيدنا حقوق الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه تكون عاصمتها القدس الشريف. ده رقم 3. رقم 4 تحقيق أول تجربة للوحدة العربية. ممتاز.
يبقى تحقيق اول تجربه للوحده الايه العربيه. طب حققنا اول تجربه للوحده العربيه مع مين؟ يعني بقينا واحد مع مين؟ قال لك مع سوريا، والكلام ده في 1958 واستمر ل 1961 يعني 3 سنين. يبقى تحقيق اول تجربه للوحده العربيه بين مصر وسوريا في 1958 لحد 1961 يعني استمرت 3 سنوات. رقم 5 عندنا واخر حاجه ان مصر شاركت في حركه اسمها حركه عدم الانحياز. يبقى مشاركه مصر في حركه عدم الانحياز. يعني ايه اصلا عدم الانحياز؟ قالك ان ساعتها العالم ده كان منقسم لكتلتين، كتله شرقيه وكتله غربيه، والقوتين دول كانوا بيحاربوا بعض. كان في دول كتير بتخاف عن نفسها فتروح مثلا تنضم للكتله الشرقيه، ودول تانية تروح تنضم للكتله الغربيه. لما جم قالوا لمصر انت هتنضم لمين فيهم؟ قالت لك لا يا عم، انا ولا هنضم لده ولا هنضم لده، انا هعمل حاجه اسمها عدم انحياز، ولا انحاز لده ولا انحاز لده. يبقى مصر شاركت في مؤتمر او في حركه عدم الانحياز. بيقول لك كان في مؤتمر اصلا اسمه مؤتمر باندونج، والمؤتمر ده كان بيدعو لعدم الانحياز. المؤتمر ده هو عقد في 1955 في دولة اندونيسيا. اصلا باندونج هي عاصمة اندونيسيا. يبقى مصر شاركت في حركة عدم الانحياز وساهمت او شاركت بقوة او شاركت بفاعلية. يعني ايه فاعلية؟ يعني راحت دعت اغلب الدول وقالت لها تعالوا شاركوا معانا في مؤتمر عدم الانحياز اللي هو مؤتمر باندونج اللي في 1955. طب مين اللي شارك في المؤتمر ده تاني؟ قال لك الهند ويوغوسلافيا. يبقى مصر شاركت في المؤتمر ده بجانب اندونيسيا اللي اتعمل فيها المؤتمر، والهند ويوغوسلافيا. وبكده نكون خلصنا أول درس عندنا في التاريخ بعنوان ثورة 23 يوليو 1952. أنا شايف بصراحة إن الدرس ده مش صعب، يعني الدرس ده سهل جدا. طب أنت تركز على إيه؟ هتركز لي على تنظيم الضباط الأحرار، هتركز لي على عوامل قيام ثورة 1952 مع الشرح بتاعها. يعني مثلا يقول لك دلل خضوع مصر للاحتلال البريطاني، تقول اللي حصل مثلا في وتدخله في شؤون مصر الداخليه، تقول اللي حصل في اللي هي حادثه قصر عابدين اللي هي 1942. يقول لك مثلا بما تفسر خساره مصر في حرب فلسطين، تقول له الاسباب. تركز على ايه تاني؟ هتركز عن اهداف الثوره وترتيبها، لازم تحفظهم بالترتيب. وهتركز على ايه تاني؟ على انجازات الثوره خصوصا في المجال الاجتماعي والسياسي والعربي والدولي. المجال الاقتصادي لما بيجي يسال فيه مش بيكتر وبيجيب اسئله سهله، اللي بيصعب فيها المجال السياسي والمجال العربي والدولي خصوصا في الدول العربية والإفريقية. تقسمني الدول العربية لوحدها والإفريقية لوحدها والدول العربية الإفريقية زي ما قسمتهم لك كده. أتمنى يكون كل فاهم الشرح. دي أول حلقة إن شاء الله ومش آخر حلقة. طيب إمتى الحلقة التانية هتيجي أو هتنزل؟ ما اقدرش اوعدك بميعاد محدد علشان بس الواحد مش فاضي قوي يعني، بس ان شاء الله باذن الله ال10 ايام الجايين اوعدك ان في حلقه هتنزل تانية. الحلقه دي هتتكلم عن مصر والصراع العربي الاسرائيلي، ممكن احط درس حرب اكتوبر معاه. اتمنى انك تذاكر. الامتحان خلاص قرب جدا، تقريبا امتحاناتكم بعد العيد بفتره قصيره يعني. انا معاك، واي حد فيكم محتاج اي حاجه يدخل يكلمنا على الواتساب. اعتقد ان هتشوف الرقم على في اول الفيديو او في اخر الفيديو. حاول اسيب لك الرقم يعني عشان تتواصل معايا على اي حاجه صعبه. ان شاء الله ده اول فيديو، وان شاء الله باذن الله مش اخر فيديو. بس كده، ده اللي انا عايز اقوله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.